يا مساء السعادة والسكر الزيادة، مساءكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جايلك النهاردة في فيديو جديد، أكيد هتسجليه إن شاء الله لشهر رمضان الكريم. مفيش حد فينا ما بيعملش جلاش طول شهر رمضان، والوصفة دي مفيش أسهل منها، بدون توريق وبدون إن انتي تتعبي نفسك. في ثواني، في ثانية إلا تلت هتكوني مجهزة الصينية القمر دي. بس خليكي معايا واتبعي الخطوات، سهلة وبسيطة ومفيش اسهل من كده وابسط من كده. وطبعا طعم تحفة ومقرمش ومورق. واللون بقى زي ما انتي شايفاه كده. طبعا الجلاش زي ما احنا عارفين كلنا لازم بنديله لون زيادة، عشان لو هيبات لتاني يوم بعد ما بنسقيه شربات كده. بتسقيه الشربات بتاعه بيفتح درجتين كده، فلازم تطلعيه من الفرن غامق شويه علشان طبعا بيفتح معاكي بعد الايه اللي لما بيبرد كده. طبعا شايفين مفيش اجمل من كده، وهوريكي تقدري تحشيه ازاي برضو يعني بكل سهوله. احنا طبعا هنقطعه بدون توريق. طبعا هنا هنجيب، انا جايبه نص كيلو جلاش زي ما انتي شايفه كده. زي ما هو مبروم كده، ما تفكهوش. وهنبتدي هنا نقطعه قطع متساويه، يعني ما تحاوليش تكبري، لان انا طبعا في التقطيعه دي كبرت، فعشان تعرفي تشكليه بكل سهوله. بس هوريكي برضو هنعمل فيه ايه، وهتشوفي النتيجه الاخر ان شاء الله هتعجبك، وان شاء الله هتعتمديها طول شهر رمضان من غير ما هنورق ومن غير ما نحشيه من جوه. وبصي والله العظيم مش هيغيب معاكي 5 دقايق. يعني انا كنت صايمه وطبعا النهارده نص شعبان. مش عارفه بقى الفيديو ده ينزل لكم امتى ان شاء الله. وبعدين بقيت قاعده اقول مش عايزه اعمل حاجه حلوه طبعا عشان شهر رمضان، يعني ان شاء الله كده بتبقى الحاجه لا زهوه وشنه ورنه كده في رمضان. فانا عاوزه حاجه سهله وبسيطه واعملها في ثانيه وما تتعبنيش. ما لقيتش اسهل من الطريقه دي، جربيها وان شاء الله. احنا عملنا الجلاش بطرق مختلفه، عندي فيديوهات كتير انا عاملاها لك بطرق مختلفه، بس دي اسهلهم صدقيني وانجحهم واحسنهم. ولو انت مبتدئه بصي هتبقى في ايدك تحفه. بس انا عارفه ان شاء الله ان هي هتبقى في، يعني هتقدري تنفذيها بكل سهوله. طبعا بعد ما هنفرد بقى كل رول اللي انا عملته ده، المقطع عادي حطيه في النص، مش هيجرى له اي حاجه. وبعدين تقطعيه قطع متساويه زي ما انا عملت كده بعد ما فردته، وهتبتدي تعمليه مثلثات. اول واحده معايا هنا عشان كانت كبيره، فطبعا المثلث بتاعها طلع مش مظبوط، بس طلعت والله النتيجه تحفه في النهايه. طبعا هاخدهم بقى بدون ما ادهن سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، واتني واحط في قلب الصينيه. طبعا الصينيه انا دهنها سمنه الاول. شايفين الجلاشيه جرات لان كنت حاطه السمنه فهي زحلقتها يعني. الجلاش بيتحرك لوحده. هنا طبعا هبتدي بقى اقطع قطع متساويه كده، وبعدين هفصل الكاميرا على ما اخلص الكميه مع نفسي، وبعدين ارجع اوريكم النتيجه في الاخر. طبعا الجلاش زي ما احنا عارفين التسويه بتاعته عشان تاخدي جلاش مقرمش لاخر قطعه، ولو بات معاكي ما يطراش. اهم شيء تكوني قايده الفرن قبلها بربع ساعه، وتدخليه على الشبكه اللي في النص، ما تحطوش منه مباشر لارضيه الفرن، عشان طبعا ما يديكيش لون بسرعه ويتلهف بسرعه ويبقى من جوه طري كده، هيورق معاكي. والسمنه بتبتدي بقى يتشرب السمنه كده بالراحه، وتبتدي الورقات اللي فيه كلها تنفش من جوه كده. فخلي بالك من التسويه بتاعته المظبوطه، اللي هي تحطي على الشبكه اللي في النص، ما تحطوش مباشر على ارضيه الفرن. طبعا دي كوبايه سمنه وحط عليها معلقتين زيت. طبعا الزيت انا بحطه في قلب الجلاش عشان يحتفظ بالقرمشه بتاعته، وطبعا يديك اللون الجميل اللي هو يحمره كده يبقى لونه تحفه. طبعا ومعروف بقى الحلويات بتحب السمنه البلدي. الحلويات الشرقيه بالذات السمنه البلدي هي اللي بتخليها تحفه. طبعا هنا بقى بس السمنه كلها من الجنب، ما تخافيش خالص ولا تقلقي. لو كانت سمنته اكتر من اللازم هو هيطردها اساسا، يعني هو هيكتفي بالسمنه اللي هو هياخدها بكميه الدهون، والباقي هتلاقيه خرج من يعني ركن في جنب كده. ممكن تصفيه بعد التسويه كده وتستعمليه برضو في حلويات تانية. هنا طبعا كنت بتاكد بس ان انا وزعت السمنه على كل الجلاش بتاعي، عشان طبعا يورق معايا ويديكي ريحه حلوه بعد التسويه وطعم تحفه.
طبعا بقى عملته بالفرشه كده. هنا بقى كنت انا جايبه كريم شانتيه، بس العطار بقى معرفش كان مبدله بقى بصوبيا ولا ايه، فما شكلش معايا، ما بقاش كريم شانتيه. فانا عملت ايه بيه، عملت مهلبيه اللي هي الكريمه الكدابه. خدته بقى وحطيت عليه معلقه نشا ومعلقه دقيق، وخدته على النار كده بس من ورا الكاميرا، وقمت جايه عاملاه كريمه كدابه، لكن انا كنت عايزه احشي الجلاش كريم شانتيه. فما فرقتش يعني، بس انا كنت عاملاه بس عشان اوريكم ان انا عاملاه ساده وتقدري تحشيه. هتقولي لي انا عاوزه احشيه، فانا هقول لك برضو تقدري تحشيه بعد التسويه. هنا كان عندي الشربات بقى في التلاجة. طبعا الشربات كوبايتين سكر، على كوبايه ونص ميه، وعصره نص ليمونه، وتاخديه على ومعلقه عسل جلوكوز، بيديكي ما بيسكرلكيش الجلاش كده، بيحافظ على على الشربات لو قعد معاكي فتره طويله في التلاجة. فطبعا هنا بقى وتاخديهم على نار عالية الأول لما يدوب، بعدين تاخديه على نار هادية لمدة 10 دقايق وتطفي عليه. يعني كل الموضوع 12 دقيقة الشربات على النار، على شعلة كده نار هادية عشان يستوي معاكي وما يسكرش. وطبعا معلقة العسل الجلوكوز بتمنع تسكيره يعني. طبعا شايفين مورق ازاي، انا بوريكي بس ان انت تقدري تحشيه، وبوريكي الفتحه هتفتحي ازاي، ولا هيتكسر منك ولا اي حاجه. هنا طبعا جبت بقى المعلقه وخدت الكريمه اللي انا عملتها وبدات احشيه. انا هنا بوريكي كام واحده بس كده ان انت تقدري تحشيه بعد التسويه. فهنا هبتدي احشيه بقى، وعايزه تحشيه سوداني، مكسرات، اللي عندك اي حاجه هينفع ويتفتح معاكي بكل سهولة، ومورق وجميل، وطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. ولو في رمضان انتي عاملة اكل وحاسة ان انتي مش قادرة تعملي حلويات، دي من اسهل وانجح الحلويات اللي تقدري تعمليها في ثواني. فجربيها بالطريقة دي، صدقيني مش هتندمي، وان شاء الله هتعتمدي الطريقة. ولو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تحطي اللايك وتقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد.